صباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أناقة مطبخ. اليوم غنقادو ان شاء الله طاجين ديال الملوخيه، كيجي اكثر من رائع والطريقه ديالو سهله بزاف. بالنسبه للحم كنخدمو بالكميه اللي تناسبنا. انا خدمت بالغنمي، ممكن ديروا البقري على حسب اللي متوفر عندكم. كنحتاجوا البصله مقطعه، مطيشه محكوكه، والمكون الرئيسي اللي هو الملوخيه. انا هنا كان ديجا عندي في المجمد، كما كتشوفوا كتبقى مزيانه ملي كنجبدوها. كنت غاسلاها مزيان، وكناخذ واحد الفوطه نقيه كنمسحها مزيان باش كتحيد منها ديك الحروشيه اللي فيها. ومن بعد كنقطع عليها داك الراس الفوقاني، عاد كندخلها المجمد، وغير كنحتاجها كنجبدها بواحد 5 دقائق قبل، وهكذا تجيني سهله وديما موجوده عندي. دابا في طاجين كنديرو تقريبا 4 كاس ديال زيت الزيتون، كنحطو اللحم، بصله مقطعه. بالنسبه للتوابل غنديرو ملح حسب الذوق، 2 معالق صغار سكينجبير، معلقه صغيره ابزار او فلفل اسود، 2 معالق صغار خرقوم، معلقه صغيره تحميره او فلفل احمر، معلقه صغيره قزبر يابس، ثوم وقزبر ومعدنوس. دابا غنخليه واحد شويه تشحر. وهنا زدت 4 كاس ديال الماء باش ما يتحرقش ليه التوابل وهو كيتشحر. غنزيد كاس ديال الماء سخون باش نخلي اللحم يطيب، ونبقاو نطلو عليه مره وإلا خاصو الماء كنزيدوه حتى كيطيب اللحم. هنا اللحم تقريبا طابت. درت مطيشه محكوكه، تقريبا درت وحده كبيره. وفي الاخير كنديروا الملوخيه. كنهز ديك المريقه وكنديرها فوق منها باش ما تطيبش الملوخيه ناشفه. دابا غنغطيو على الطاجين ونخليوه يكمل الطياب، وحنا رادين ليه البال، الا خاصو الماء كنبقاو نزيدوه حتى تيطيب.
وملي كيطيب الطاجين الصراحه ريحته كتكون كتشهي، والمرقه كتجي فيه بنينه وخاتره. صراحه من احسن الطواجن بالنسبه ليا. الى عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لايك واشتراك للقناه باش دائما يوصلكم كل جديد. بصحه وراحه، والى فيديو جاي ان شاء الله.